بلدة طيبة وأهلها غير طيبين. طالما توقفت عند قوله تعالى: بلدة طيبة ورب غفور، وكنت أتساءل: أين الطيب في هذه البلدة؟ وأنا أرى ما يعتري أهلها من تناحر واختلاف واقتتال وارتهان للخارج. أين الطيب؟ والبلدة تعج بالخبث والخبائث من مختلف المذاهب والطوائف والأحزاب والشرائح والأصناف. ثم لفت انتباهي أن الله قال: بلدة طيبة، فمدح البلدة ولم يقل قوم طيبون أو أهل طيبون، أي إن الطيب وصف للأرض وما فيها من نعم ورزق وخيرات، لا بالضرورة وصف لأهلها. ثم قال سبحانه: ورب غفور، ولم يقل كريم أو رحيم أو شكور، وكأن في ذلك إشارة إلى أن أهل هذه البلدة رغم ما أوتوا من نعم كانوا في حاجة دائمة إلى مغفرة الله بسبب ما يقع منهم من تقصير وكفران. ولعل ما يعزز هذا التأمل أن الآيات نفسها تكشف حالهم بعد ذلك بقول الله تعالى: فأعرضوا. هذا مجرد تأمل شخصي، لكنني كلما قرأت الآية شعرت أن الله مدح البلدة، أما أهلها فترك الحكم عليهم لأفعالهم. والله أعلم.